ركزوا معايا كده يا أبطال، لو نفسك تبقى لاعب مختلف ولاعب يخوف أي مدافع يقف قدامه، يبقى لازم تركز في مهارة مهمة جدا، مهارة الجري بالكرة. الجري بالكرة هو اللي بيخلي عندك سلاح تقدر تكسر بيه أي دفاع، وتخلي الجمهور كله واقف يسقف لك. النهاردة هفهمك إزاي تجري بالكرة صح، وإيه التدريبات اللي هتخليك مميز عن أي حد. أهمية المهارة، بص يا بطل، الفرق بين لاعب عادي ولاعب سوبر هو الجري بالكرة. ليه؟ عشان انت لما الكرة في رجلك وانت بتجري، عندك كل الاختيارات: تسدد، تمرر، تعدي المدافع، كله في ايدك. غير كده المدافع بيبقى محتار، يقرب منك فيخاف تعمل مراوغة، ولا يسيبك فتعمل تسديدة او اسست. يعني باختصار، لو عايز تسيطر على الماتش لازم تتعلم تجري بالكرة صح. انواع الجري بالكرة: الجري بوجه القدم الأمامي ليسز دريبل، ده بيكون لما تدفع الكرة لقدام باستخدام مشط القدم الأمامي، الجزء اللي بنسدد بيه. بيستخدم أكتر في المساحات المفتوحة عشان الكرة تتحرك بسرعة لقدام وتقدر تجري وراها بسرعة قصوى. مميزاته: واحد، يخليك أسرع لأنك بتستخدم قوة رجلك كاملة. ثانين، مناسب في الهجمات المرتدة أو لما تلاقي مساحة كبيرة قدامك. عيبه لو الكرة بعيدة زيادة ممكن تنقطع من المدافعين. الجري بالكرة بوجه القدم الخارجي outside dribble، هنا بتستخدم الجزء الخارجي من مشط القدم. الجانب الخارجي بيستخدم أكتر لما تحب تغير اتجاهك بسرعة أو تعمل انطلاقة مفاجأة. مميزاته: واحد، يخليك تغير زاوية الجري من غير ما تبطأ. 2، بيديك فرصة تحمل كرة بجسمك عن المدافع لأن الكرة بتبقى ناحية بره. 3، طبيعي جدا مع الجناحين اللي بيحبوا يجروا على الخط. عيوبه: محتاج تحكم عالي عشان الكرة ما تخرجش منك. الخلاصة: وجه القدم الأمامي يستخدم في المساحات الكبيرة، وجه القدم الخارجي يستخدم لتغيير الاتجاه وحماية من المدافع. ازاي نجري بالكرة؟ طيب، ازاي نجري بالكرة بشكل صحيح؟ أول حاجة، اللمسة القصيرة، يعني الكرة دايما قريبة منك. تاني حاجة، استخدم رجلك الاتنين يمين وشمال، ما تعتمدش على رجل واحدة. تالت حاجة، ارفع راسك، ما تفضلش باصص للأرض، لازم تشوف زمايلك والملعب. رابع حاجة، غير السرعة والاتجاه، يعني مرة تبطاء وفجأة تسرع وتاخد زاوية مختلفة. خامس حاجة، التوازن، خليك ثابت وانت بتجري عشان الكرة ما تهربش منك. تدريبات عملية، يلا بينا نخش في التدريبات. واحد، الإقماع، حط إقماع وامشي بالكرة حول الإقماع لمس قصير. 2، الجري برجل واحدة، مرة باليمين بس 20 متر ومرة بالشمال بس. 3، تغيير الاتجاه، اجري مستقيم وبعدها خد زاوية 45 أو 90. 4، الجري والراس مرفوعة، حاول تجري وانت باصص لقدام مش تحت رجلك. 5، الجري بأقصى سرعة، اجري بسرعة قصوى وحافظ ان الكرة قريبة منك. التدريبات دي لو عملتها يوميا حتى 10 دقايق هتلاقي نفسك مختلف جدا في الملعب. نصايح مهمة: خلي بالك، الجري بالكرة مش سرعة وبس، الجري بالكرة تحكم وذكاء. ما تجريش بالكرة في أماكن غلط، اختار وقت ومكان الجري. شوف النجوم الكبار، صلاح، مبابي، ميسي، قوتهم انهم بيجروا بالكرة أسرع من المدافعين من غير كرة. يعني السر مش بس في رجلك، السر في دماغك مع الكرة. باختصار يا نجم، مهارة الجري بالكرة هي اللي هتخليك لاعب مختلف، وهي اللي هتخلي أي مدافع يتردد قبل ما يقرب منك. اشتغل عليها كل يوم، ومع الوقت هتلاقي نفسك بتكسر أي دفاع قدامك. افتكر دايما، الكرة في رجلك يعني القرار عندك. يلا بينا نشتغل ونبقى نجوم الملاعب. ودلوقتي أسيبكم مع النجم محمد صلاح واتفرجوا على المتعة والإثارة. متنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة علشان تشوف الفيديوهات الجامدة الجاية. سلام.